بقالي فترة كبيرة بتمرن ومش شايفة أي نتيجة. الجملة دي أنا بسمعها كل يوم، والسبب إنك فاكرة إن التمرين بنفس الوزن والاستمرارية هم دول اللي بيوصلوا للنتيجة. جسمك ذكي جدا، وأول ما بيتعود على وزن معين بيوقف حرق وبناء. في علم التدريب علشان العضلة تكبر وتتشد لازم نحط عليها ضغط أكبر من اللي هي اتعودت عليه، وده اللي بنسميه بروجريسيف اوفرلود أو التدرج في الحمل التدريبي. طب ازاي اعرف بطريقة علمية ان انا لازم ازود وزن في الوقت الحالي؟ بناء على مقياس علمي اسمه ال RIR او العدة المتبقية في المخزن. لو الجدول بتاعك مكتوب فيه 12 عدة وجبتي العدة ال 12 وتقدري تعملي 3 او 4 عدات كمان بنفس التكنيك، يبقى خلاص الوزن ده ما عادش مناسب ليكي ولازم يزيد. بس استني هنا اقولك، الزيادة ما بتكونش عشوائية، ومش لازم كمان تكون طفرة كبيرة. يعني مثلا لو بتلعبي ب5 كيلو نقدر نخليهم 7.5، ده في اول اسبوع بالوزن الجديد. فطبيعي جدا في الوقت ده ان عداتك تقل. يعني لو كنت بتجيبي 12 عدة بال5 كيلو ممكن توصلي من 8 ل 10 عدات بالوزن الجديد، وده على فكرة صح جدا. وهتفضلي كده بالوزن الجديد لحد ما قوتك تزيد وتقدري تجيبي 12 عدة وانتي مرتاحة، ووقتها بس نعيد السايكل من تاني. الزيادة الذكية هي اللي بتعمل الفوليوم والشيب الأنثوي بدون اصابات. الخلاصه ان لو اخر عدتين مش بتعافري فيهم انت كده مش بتتمرني بالوزن اللي جسمك محتاجه، انت كده بتضيعي وقتك. قولي لي بقى في الكومنتات بقالك كام شهر بتلعبي بنفس الوزن، واعملي سيف للفيديو عشان هتحتاجيه، وابعتيه لصاحبتك اللي بتلعب ب 2 كيلو من يوم ما دخلت الجيم.